يا صباح الجمال والقوة. يمكن تكوني سمعتي قبل كده كلمة الاستحقاق الذاتي، بس وقفتي قدامها ومش فاهمة بالظبط معناها. الاستحقاق ببساطة هو إحساسك من جواكي إنك تستحقي الأفضل، تستحقي الحب، تستحقي النجاح، تستحقي الاحترام، تستحقي الراحة. هو مش رفاهية، هو أساس حياتك. لما استحقاقك يكون عالي بتختاري قرارات تناسب قيمتك، ولما يكون ضعيف بتقبلي أقل من اللي تستحقيه. طيب، ازاي نرفع الاستحقاق الذاتي؟ اولا، الوعي بالافكار. لاحظي ازاي بتتكلمي نفسك. لو طول الوقت بتقولي انا مش كفاية، او مش هعرف، او انا مش هقدر، دي افكار بتسحبك لورا. جربي تحوليها: انا استحق فرصة جديدة، انا اقدر اتعلم، انا عندي قيمة مهما حصل. ثانيا، التقدير اليومي للنفس. اكتبي 3 حاجات بتحبيها في نفسك، او عملتيها كويس خلال يومك، مهما كانت بسيطة. الحاجات الصغيرة دي بتبني ثقة كبيرة. ثالثا، الحدود الصحية. اتعلمي تقولي لا لأي حاجة بتستنزفك أو بتقلل منك. اللي بيحترمك هيقدر حدودك، واللي مش هيقدر ما كانش يستحق وجودك من الأساس. رابعا، الاعتناء بنفسك. الاهتمام بنفسك مش أنانية، هو رسالة لنفسك إنك غالية عندك. خدي وقت للراحة، اهتمي بمظهرك وبسلامك الداخلي. خامسا، التسامح مع الماضي. اللي فات خلاص. وجود أخطاء أو تجارب صعبة مش معناها إنك أقل، معناها إنك إنسانة بتتعلم وتنمو. سامحي نفسك واعتبري كل تجربة درس بيقويكي. أهم خطوة بقى: لما تيجي فكرة سلبية عن نفسك ما تصدقيهاش. اسألي نفسك: هل الفكرة دي حقيقية ولا مجرد خوف أو عادة قديمة؟ ولو مش حقيقة، بدليها بجملة إيجابية. مثلا، بدل ما تقولي أنا فاشلة، قولي أنا بتعلم كل يوم وبكبر. بدل ما تقولي محدش بيحبني، قولي أنا أستحق الحب والاحترام. بدل ما تقولي مش هقدر، قولي أنا قادرة أخطو خطوة صغيرة دلوقتي. مع الوقت عقلك الباطن هيصدق الجمل الجديدة، وهتلاقي حياتك أهدى وأجمل، وهتعيشي باحترام وسلام مع نفسك. وفي الآخر افتكري إنك غالية، وحياتك بتتشكل من إحساسك بقيمتك. ارفعي استحقاقك، استقبلي الحياة بإيد مفتوحة وقلب مطمن. ولو الفيديو ده لمس قلبك، ما تنسيش تعملي إعجاب واشتراك في القناة عشان نكمل مع بعض رحلة حب الذات والاهتمام بالنفس.